تؤمن بالحسد ولا لا؟ طبعا أؤمن فيه. تؤمن فيه نعم. مش بيه. لا أؤمن فيه. فيه. إيه لأن أنا حاسد. شفت موضوع الحسد، شفته وقريته في الجورنال وقريته على النت على الفيسبوك. هو ايه ده؟ موضوع الحسد. اه قريت ايه بقى؟ قريت ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب والعياذ. فين دي مكتوبه فين؟ دي في القرآن الكريم. القرآن الكريم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال كده. بتحسد؟ طبعا لا. طبعا لا. طبعا. ايه الاجابه النموذجيه دي كده يا حاج؟ ايه ده؟ شايف دي؟ الله اكبر. يا حاج انت شفت النصر؟ الله اكبر. تعبر عن التقوى. سبحة 5 وخميس. رمز للسلام. شايفني قطة يمين يسار يمين يسار خلاص يا أخي. مش قطه؟ لا. طب ايه؟ عفريتة. ديت عشان لا مؤاخذة النظرة والحسد والحاجات دي. تؤمن بالحسد؟ أكيد طبعا. الحسد مذكور فين في القرآن بالظبط؟ لا مش عارف. ينفع كده يا حاج شاب زي ده ما يكونش عارف الحسد مذكور فين في القرآن يا حاج؟ لا طبعا ما ينفعش. بسم الله الرحمن الرحيم. آية الكرسي. باية الكرسي. ده حسد. لا سورة ايه؟ صورة الناس. الناس؟ منين يا حبيبي؟ صورة الحسد. منين؟ انت منين؟ من الكويت. الحسد في آية الكرسي والله. تعلم بالله يا حاج. طب ما في آية ايه؟ انت قول لي انت. بلاش انا جاهل، انت راجل متعلم. قول لي. سورة الفلق. الله اكبر. الحسد بقى مذكور فين يا حبيبي؟ بالقرآن. فين في القرآن؟ في صورة الفلق. لا يا حمار. الحسد مذكور فين في القرآن؟ في القرآن. مش عارف الصورة ايه، صورة ايه بالظبط. اقسم بالله؟ ايه. طب والله الناس دي طبيعية. بص يا حاج انا هعمل دلوقتي معاك حاجة اسمها اختبار الحسد، حلوة؟ ممتازة. بجد؟ هتفرقع بالمصاري وانا حسدتها. انت شفت المسمار؟ شفت المصاري. حلو والله. بجد يا حاج؟ أيوه بس هتفرقع دلوقتي. ايه رأيك في البالونة دي يا حاج؟ كويسة. بجد يا حاج؟ والله. حلوة يعني؟ بجد يا حاج؟ يا لهوي. انت حسدتها يا حاج؟ فرقة. البالونة دي جميلة، منظرها جميل، يعني ممكن يعني في الحفلات التنكرية ممكن نحطها. البالونة دي؟ في الحفلات التنكرية مثلا. عايز واحدة خضراء. بالونة خضراء، مش عايز مش عاجبك البيضة؟ عايز الخضراء دي. الله بس. ايه يا حاج؟ ربنا يكرمك، انا عايزها. ايه يا حاج انا كل ما طلعت حاجة تقول لي انا عايزها. قالوا لي كويس في الانجليش، يعني قالوا لي انت مش محتاج كورسات، بسم الله ما شاء الله ايه عليك. اللي حصل لك بقى من الحسد؟ اللي حصل لي؟ اللي حصل لي ان انا ما بقيتش اخد كورس انجليش. انت بكرة تبقى ظابط كبير. أنا يعني بس لما بتتكلم عن الحسد لازم اتكلم. اتكلم عن الحسد. أيوه هو ده بتاع الحسد. اتكلم مع مصري اتكلم كويس. إزاي أنا بتكلم كويس يعني؟ ما تقولوش هو ده. بقول إيه؟ قول له حضرته ده. حضرته ده. مبسوط كده؟ شكرا. حسدت كم مرة قبل كده؟ اتحسدت قبل يعني كتير، يعني مثلا اتحسدت مثلا في البيت. يا عم انت قلقان في حد بيراقبك هنا؟ ما سألتش عن رأيي بقى في السياسة بقى وفي لا مش هنسألك عن رأيك في السياسة. ليه ما تقول؟ مش محتاجينه الأيام دي. بلاش خالص. بلاش. طب انا عايز بس تتكلم عن السياسة؟ اتكلم عن السياسة. اتكلم عن السياسة. مصر اتقسمت لجزئين. والكلام ده ما ينفعش. برافو عليك يا حاج. الناس بتحسدني على فرحتي وان انا بحب الدنيا وبحب الحياه وكده. بجد والله؟ والله. ايه اللي حصل لك لما حسدوك على فرحتك؟ بصيت لقيت نفسي في يوم من الايام مكتئب وقاعد في نفسي في البيت وحابس نفسي والحاجات دي، فانا بس اقول يا ريت الناس تحب بعضها وما تحسدش بعضها. خد